السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين. المدارس رجعت ووقتنا كله بقى ضيق، عشان كده بنكون عايزين نعمل غدا سريع وسهل وفي نفس الوقت طعمه حلو ومغذي لولادنا. النهاردة هحقق معاكم كل دوت في غدوة واحدة. هنعمل الغدا كله في حلة واحدة بس، بطريقة حلوة وأكلة حلوة جدا. هعمل معاكم المبكبكة. تعالوا نشوفوا عملتها ازاي. أنا جبت بصلتين كبار، قطعتهم مكعبات وركنتهم. جبت كمان عندي لحمة، قطعتها مكعبات صغيرة عشان تستوي معايا بسرعة. كمان يفضل اللحمة تكون من الرقبة، سواء في وصفة النهاردة المبكبكة أو في كباب الحلة، عشان هي بتبقى حتة ناعمة جدا وبتستوي بسرعة. بس لو مش متوفرة عندك أي حتة لحمة عندك، قطعيها مكعبات صغيرة وبإذن الله هتستوي معاكي. انا جبت حلة على النار، حطيت فيها معلقتين من الزيت، معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وسخنوا. نزلت على طول باللحمة بتاعتي، شوحتها كويس جدا لحد ما غيرت لونها. رشيت عليها رشة من السكر عشان تكرمل اللحمة. كمان حطيت عليها ورقتين من اللورة، عود من القرفة، معلقة صغيرة من الملح والفلفل والسبع بهارات والبابريكا، وربع صغيرة من الحبهان المطحون. وطبعا زي ما احنا متفقين، اي بهار عندك مش موجود الغيه، مفيش مشكلة خالص. الاساس الملح والفلفل، اصلا اللحمة مش بتحب البهارات الكتير. سبتها بقى تتشوح تشويحة حلوة جدا لحد ما حسيت ان هي اتحمرت وادت اللون الذهبي الحلو دوت. نزلت عليها على طول بالبصل وحمرتها تاني لحد ما البصل اخد لون ذهبي حلو. وبعد كده نزلت بمعلقة توم، معلقة كبيرة من التوم. اما التوم وشوحته برضو تقليبتين تلاتة كده. نزلت عليه بثلاث معالق كبار من الصلصة. حطيت 4 كوبايات من عصير الطماطم، يعني تقريبا لتر عصير طماطم. طبعا طالما حطيت صلصة يبقى لازم هحط معلقة سكر صغيرة عشان اعادل حموضة الصلصة. في الوقت دوت انت لو حباها سبايسي هتحطي قرنين فلفل اخضر حامي. انا مش حطيتهم دلوقتي بصراحة لاني ولادي صغيرين مش بياكلوا الحامي. بس اصلا المبكبكة حلاوتها ان هي تبقى فيها ايه، سنة سبايسي كده. فانتي في الوقت ده ممكن تحطي قرنين الفلفل الحامي بتاعك، لكن انا اجلتهم للاخر بعد ما اللحمة استوت. اه. واهم حاجة اما تنزلي بالصلصة لازم تقلبيها وتشوحيها كويس جدا مع باقي البهارات والزيت واللحمة وكده، عشان تضيعي طعم المواد الحافظة اللي بتبقى فيها، وتضيعي مزازتها كمان. بيبقى احسن لما تعملي الحركة دي. نزلت بقى بالطماطم بتاعتي، وحطيت مكعب مرقة. طبعا مكعب المرقة دوت اختياري ليكي، عايزة تحطيه تمام، مش عايزة برضو براحتك. قلبتها، سبتها تتسبك كويس جدا، وهديت النار. اهو هديت وغطيتها وسبتها تتسبك معايا. اول ما لقيتها اتسبكت كده نزلت بالمية. طبعا المية مش محتاجة اقولك ان المية مغلية. اي اكل بيكون على النار عايزة تزودي مية لازم بنزود المية مغلية. هنا بقولك ان انا وطيت النار عليها وسبتها تستوي لحد ما اللحمة استوت تماما معايا. يعني السوى اللي انت بتحبيه في سوى اللحمة سيبيها تستوي للاخر. هنا كنت اتأكدت ان لحمتي استوت خالص. ظبطت الملح والفلفل عشان انا كمان زودت مية. كمان حطيت المكرونة بتاعتي وسبتها تستوي. هنا بقى انا ضفت القرنين الفلفل اللي قلتلك عليهم. ادت كده طعم سبايسي من بعيد قوي عشان الولاد الصغيرة انت عايزاها. والافضل طبعا للمبكبكة ان هي تبقى سبايسي.
حطيهم من الاول مع البصلة. هيستووا هيدوا الطعم والتست السبايسي دوت في الاكل. طبعا مش محتاجة اقولك ان المبكبكة اول ما تخلص من على النار على طول تتقدم وهي سخنة وبألف هنا. وإن شاء الله هتجربيها وتجربي طريقتي في المبكبكة وهتعجبك. لو عجبتك وصفة النهاردة ياريت لايك وشير سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب، قناة وصفة شهية في حدوتة وصحتين وهنا.